السلام عليكم. فيديو جديد خفيف ظريف غادي نشارك معكم واحد لينيم اللي كيجيو بواحد الحشوه معلكه لذيذه. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير، ما تنساوش لي لايك وبارطاجيو لا فيديو باش هكا تكبر القناه ديالنا وتكبر عائله زوزو شانيل. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. ندوزو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه خديت هنايا بطاطا اللي غسلتها مزيان بالقشره ديالها باش ما تشربش لينا الماء مزيان. نسلقوها، نديرو فيها شويه الملحه ونسلقوها صافي. من بعد ما تسلقات ليا قشرتها ودرتها هنايا. غادي نمعكها مزيان مزيان مزيان. تقدروا تمعكوها بالفرشيطه اولا بهاد العيبه هذه اللي معكتها انا بها صافي. من بعد ما نمعكوها غادي نبداو نضيفوا الفرماج هكا المثلث. هاد اللينيم هادو كيخصهم الفرماج بزاف، يكون فيهم الفرماج كتير، كيجيو لذاذين بزاف. كما شفتوا معايا هنايا درت الفرماج مثلث. غادي نخدمو مزيان مع ديك الحشوه وفي نفس الوقت كان معك هكا البطاطا صافي. نخدمها مزيان مزيان مع داك الفرماج. ومن بعد غادي نعاود نضيف الفرماج غوج. عندي الفرماج الاحمر انا محكوك مع الموتزاريلا، كنخلطهم بجوجهم صافي. هنايا غادي نبدا نضيفو. كما قلت لكم هاد الحشوه هادي تيخصها الفرماج بزاف، كتجي لذيذه بزاف وسهله مهله صافي. من بعد غادي نضيف ليها شويه ديال الحار. داك الحار مع الفرماج كيجي لذيذ بزاف. جربوا هاد الحشوه هادي وانا متاكده غادي تعجبكم، واقتصاديه يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير وكتجي زوينه بزاف صافي. هنايا من بعد ما خلطت الخليط كامل ديالي درت الحار. خلاص الملحه ذوقوها الا جاتكم الملحه هي هذيك. انا جاتني الملحه هي هذيك، البطاطا اللي سلقت بالملحه جاتني هي هذيك، حيت الفرماج كيكون مالح صافي. من بعد غادي ندير الكره ديالي هكا ديال البطاطا وندير لها الفرماج ديال الساندويتش، مورسو هكا ديال فرماج ساندويتش، ونبدا نجمع لينام ديالي. هذا هو الشكل ديالها، كيجيو زويونين بزاف وساهلين ماهلين صافي. هنا الورقه خديت الورقه الكبيره قسمتها على 4 وبديت كنجمع لينام ديالي. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زويونين بزاف وساهلين ماهلين. كما شفتوا معايا الورقه انا ما كندهناش حيت عندي الورقه زعما ديجا مزيته، ما كندير لهاش الزيت. الا كانت عندكم ناشفه تقدروا ديروا ليها الزيت باش هكا كتبقى لنا ديك الورقه باش منين كنطيبوهم كيجيو مقرمشين. تقدروا طيبوهم في الفران اولا تقليوهم. انا هاد لينم هادو الصراحه كيعجبوني مقليين، كيجيو لذاذين بزاف صافي. من بعد غادي ندير الكميه اللي عندي كامله وغادي نديرهم في واحد البلاطو حتى ينشفوا مزيان، ونديرهم في بلاطو ندخلهم المجمد يتكونجولاو. من بعد كنجمعهم في بلاستيكه ونقد نحتفظ بهم المده اللي بغيت. فوق ما بغيتهم نجبد القياس اللي بغيت. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما قليتهم. انا كيعجبوني هادو مقليين. تقدروا ديروهم في الفران الا بغيتوا، ولكن من الاحسن كيجيو مقليين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه، ولا عجبكم بحال هاد لي فيديو نبقى نبارطاجيهم معكم. شكرا بزاف.